بالحق هو خاطر رئيس الدولة هو المسؤول الأول والأخير على الدولة. تبدا المبادرة منه وما فيها بس كل مسؤول هنا معناتها خلينا نقولوا معناتها هو خذا المبادرة، وان شاء الله الناس تكون في جرته. معناتها احنا ماذا بينا شكون نحن تونس ماذا به كل الفساد كل يقضى في البلاد نتاعنا. ماذا بينا نحن تونس تولي نهار تتطور تولي احسن. شكون ما يحبش من التوانسه اللي احنا نولوا في خير ان شاء الله يا ربي. احنا نقولوا ماذا بينا الكل يشدوا على خطى اللي عملها هو، ويتفقدوا كل انسان يعني كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. معناتها كل انسان من موقعه يحاول يراقب ويصلح وينحي كل الفساد اللي موجود في ادارته، في البتيمه اللي يخدم فيها، في اي مؤسسه يخدم فيها، ويصلح باش كلنا نصلحوا. خاطر هي شان راهو حلقات، واذا كان حتى كتصلح حلقه او اثنين وتخلي واحده ماش باش تمشي. يعني ان شاء الله الصلاح يكون عام ان شاء الله يا ربي. والله رئيس الوزراء خاطر احنا ما نعرفش ماذا بينا احنا. خاطر راهو اعذر لي المشكله ساعات او فاش فما لي زوم دو تيران. علاش يقول لك ساعات بارفوا اللي يخدم في التيران يقول لك علاش جات القرارات هذه. احنا حتى كموظفين ولا كغيرنا انا منهم نقولوا علاش جاء قرار هكا. دونك كان جاء الوزير او الاخو القرار او الامر الوزاري اللي كتبه ولا كذا كان في التيران وهبط وخدم كما في النقل كما في الصحه كما في كل الميدان. يلزم لي ديسيدور منهم الوزراء يهبطوا للتيران ويتعايشوا مع الوضعيه ويشوفوا المشكله مش شنو يصلحوا. دونك هو في كرسيه خليك في كرهبته يروح يعدي لبرا اموره واضحه. ما تبش في حسب النقص في المشكله في وزاره الصحه ولا المشكله في النقل ولا المشكله في الغذاء. خاطر هو اصلا مش عايشه. وكما نقولوا مثلا تونس ما يحس الجمره كان يعفص عليها. يلزم الوزراء وهالي ديسيدور هذوما يلتمسوا الواقع يهبطوا للتيران يعيشوا. وزير النقل لازم يركب النقل، وزير الصحه لازم يعدي في سبيطاراتنا كلنا باش نحسوا بالمشكله ونحسوا بالمواطن وناخذوا قرار في بلاصتو. اغلب القرارات تقول القرارات هكا. علاش هكا؟ خاطر هو بعيد على المعايشه مع الوضع اللي هو بالحق اللي يعيشوا فيه التونسي، واللي هو صعيب على اغلب التوانسه. خاطر احنا عندنا ديكاتوريما التونسي الضعيف اللي ماليه كان السبيطار ولا ماليه يمشي كان المرشي ولا ماليه كان يركب الكار والمترو. معناتها ما عندوش حل ما عندوش كرة. عايش في ظروف ربما اي وزير ما يحسهاش ولا اي خلينا نقولوا معناتها اي ديسيدور اي اتخاذ قرار ما عايش الوضعيه والضعف والحاله اللي هو عايش فيها التونسي البسيط سالاري اللي ياخذ في شهريه وعنده صغيرته ويعيش معها. لكن الحريه هذه وحريه التعبير والشيء اللي موجود في تونس يسمى تضييق. ما ردوا قيس سعيد ولا السلطه لهنا هو رئيس كوريا الشماليه. ريتو رئيس كوريا الشماليه حتى واحد من كوريا الشماليه ما يزورش كوريا الجنوبيه. وانتم معناها توا اللي الناس كلها تعبر على احاسيسها ومشاعرها وما يخالج منع عقولاتها. وتوا معناها جينا هذايا مختار معناها بسام التريفي ولد رابط حقوق الانسان هو ورثها على ابوه المختار التريفي. هو منفع لا هو ولا ابوه نفعوا تونس باش نفعتونا على الاقل الراجل هذايا والواحد نفعنا بمعنى تطهير تونس ومعنى بهزان معنى باش يهز تونس لبر الامان. وانت معنى هذايا ما ريتهمش انا حقوق الانسان دافعوا على السكن نتاع المواطن الحقوق المكتسبه. فما حقوق طبيعيه نتاع المواطن هو الحق في الحياه والحق في الغذاء وفي الصحه وفي الواحد. وفما المكتسبه هي الحقوق معناها توا ريتوها حقوق الانسان يدافع على السكن ولا يدافع على التعليم ولا يدافع على الصحه. يجب دول معناها يلوجوا حقوق الانسان حاجه تصدر عن السلطه باش ياخذوا موقف ضدها. وهو توا ولا يدبر علينا اش نعملوا. لا فما الدوله وفما عندها مؤسساتها وعندها الكتابه العامه للحكومه هي اللي تنظر في القانون. وفما مجلس النواب التشريعي معناها ما دخلك انت تتخبى وراء اتحاد الشغل سي بسام الطريفي. راك معناها التوانسه ما يعطوك حتى اهميه. انت فما ناس ما تقوليش هاني محامي. فما التوانسه عندهم ولادهم 7 تعليم عالي. فما اللي عاملين 11 سنه تعليم عالي. فما ناس قاعدين مثقفين عليك عندهم تجارب في الاداره التونسيه اكثر منك سي بسام الطريف. باش تجي تو انت تدبر علينا اش نعملوا؟ انت متخبي وراء الاتحاد ونقولوا الاتحاد يتبرى منك انت وامثالك انت وما تدبرش على تونس. الان الشعب هو اللي يحكم اسمع الان الشعب هو اللي يحكم وهو اللي يختار من يقوده بالديمقراطيه وبالصندوق. ولا حتى واحد يعطينا راينا
ويعطي رايه في كيفاش نسيروا بلادنا والدوله، لا بالسام التريفي ولا جمعيه اخرى ولا النباره ولا حتى شيء. هذا الشعب ولا فايق، الشعب فاق ويعرف من الغش من السمين وليش الحاجه بركه. راهو عندنا وعي وطني اكثر منكم، انتم عندكم مآرب شخصيه وجماعيه، لكن نحن ماخذين شيء من البلاد ومتطوعين بحياتنا وباش نقاوموا، باش نكونوا مع كل من يسعى لخير البلاد والعباد. خاطر ثم برشا وزارات فيها موظفين فساد، يلزم تنظيف المؤسسات قبل معناتها اذا كان وزير باش يعمل زياره لبلاصه لازم ينظف من بحذاه وهو ماشي. انا عندي ملف نتاع فساد، وزاره العدل اليوم ما حبوش يقبلوا عليه، باش يعلموا السيده الوزيره باش تعمل السيد رئيس الجمهوريه. الملف نتاع فساد وتسليم كنز للدوله يمكن يجاوب عليه المسؤول بيده، خاطر اذا كان رئيس جمهوريه بيده ويخرج ويتفقد ويدور ويشد في الملفات ووزير ما يظهرش الملفات، شنو معناتها ثم فساد في الوزارات هذيك. هكاهو احنا نطالبوا معناتها الناس النظاف نتحركوا مع بعضنا باش ننظفوا بلادنا، خاطر نظافه البلاد راهي مصلحه الناس الكل، مصلحه عامه. مع العلم انا كنت عسكري سابق، نحبوا بلادنا تنظاف من الادارات ومن الوزارات، وكي تدخل يلزم يقابلوك باحترام، مش انت تحكي باحترام والموظف يحكي معاك ماهوش باحترام.